بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وإن شاء الله يا رب كل عيد يعدي علينا بخير وبصحة وعافية أحسن من كل حاجة. والله ربنا يخليكم ويكرمكم ويخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم يا رب ولا من تعليقاتكم الجميلة واللايك الحلو، كل الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. طبعا ايه يعني، انا مش هقول لكم بقى. عايزين نعمل صينية العيد، ربنا يا رب ما يحرمناش كده منها، وكل عيد نجدد فيها، وعلى قد ما نقدر نعمل حاجات فيها جديدة. هنحاول نعمل الصينية دي حاجات تانية، بس السنة دي مغيرين فيها حاجات بسيطة كده، يا رب تعجبكم. هو طبعا الكفتة والصدوق والكبدة والفشة، حلويات المذبح كلها اهو. زودنا فيها ايه بقى؟ زودنا فيها الطرب اهو زي ما انتم شايفينه، ده معمول وانا عاملاه بالخلة كده عشان لو عايزين الطريقة ابقى اعملها لكم لوحدها ان شاء الله. بس احنا انتوا عارفين بقى الزحمة والضغط والحاجات كتيرة، فايه قلت ابقى اعملها لهم مرة على رواقة عادي زي الكفتة عاملاها عادي، بس بتحطيها في اللي هو المنديل ده بتاع الخروف، طبعا بيديها طعم خطير. وتعمليها بالخلة بتاعت السنان، تقفلي عليها عشان تفضل كده ما تكشش، يعني فاهمين يا حبايبي؟ بصوا مكشتش ولا حاجة اهي، بصوا الجمال، حاجة جميلة جدا. بصوا بقى بتنزل بقى الدهن الجميل ده. الدهن ده طبعا مش هنرميه، ده هنحط فيه الكفتة برضو اهو. خلاص تمام، بصوا زي اكنها صباع صدق زي ما هي اهو. الطريقة دي حلوة واعملوها يعني وانا ان شاء الله هعملها لكم مرة كده ايه على رواق. انتوا عارفين دوشة العيد برضو كده حبايبي، انا مش ببخل عليكم بحاجة ابدا والله، بقول لكم كل حاجة بصدق وبأمانة والله. فبص الصدق بقى ده بعد ما اتحمر بنكون مقطعين بصل وفلفل الوان وطماطمتين كده مش كتير، وبنشوحهم معاه ونسيبهم على جنب. وهنا مطرح الطرب هنحط الكفتة الجميلة الصغنونة دي، تعمليها كور كده عايزة تعمليها، بس احنا قلنا ايه يعني احنا كل سنة بنعملها كده مكورة كده. وكمان الطرب مستطيل، فقلنا نعمل دي كده برضو عشان يبقى الشكل في التقديم جميل. برضو الكفتة كده على الجريل برضو، مقولكوش يعني الريحة قلب الشقة والله بجد، تحفة تحفة. يعني الكفتة دي كانت حاجة خرافة كده، مش عارفة اقول لكم على الاكلة والله فظيعة. انتي بقى ايه يا حبيبتي؟ لو ياما عليكي الصينية دي ممكن تاخدي حاجتين او ثلاثة تعمليها برضو لعائلتك لو صغيرة، بس احنا هنا يعني ما شاء الله احنا عيلة كبيرة، فعاملينها عشان تقضينا كلنا. وحاطين فيها الطحال وحاطين فيها الطرب المرة، يعني غير المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت ما كانش فيها ولا طحال ولا كان فيها طرب، فاحنا ايه بنجدد فيها، وكل مرة ممكن نشيل الحاجة دي خالص ونعمل الصينية دي حاجة تانية يعني. يعني انتوا ربنا يدينا العمر يا رب، وانتظرونا بقى كده كل سنة نجدد فيها. وانا بقول لكم برضو بديكوا الفكرة عشان اللي عايزة تعمل تعمل. دي بقى الكبدة، طبعا كل ده متبل بالثوم والكمون والملح والفلفل والحاجات الحلوة جميلة اهو. ده الطحال. الطحال ده بقى بيتعمل كذا طريقة، يعني احنا بنحطه كده ني وبنحشيه في السندوتش مع الحاجة، يعني مسلوق، يعني مسلوق بس مش محمر قصدي. انا بسلقه وبننضفه ونقشر القشر ونقطعه ترانشات. في ناس بتعمله بالبقسماط بس بيبقى تقيل بصراحة، وفي ناس بتشوحه في الزبدة كده، اللي يعجبكم اعملوه. بس احنا عملناه كده قلنا ايه كفاية تشويح يعني، هيتحط كده جنب الحاجة. وحبيب قلبي اهو محمد بيرصص الصينية، ان شاء الله يا رب ربنا ما يحرمنيش منه يا رب. كل سنة هو بيوضبها لنا كده. ده الطحال شايفينه، طبعا البطاطس محمرة والطحينة والطماطم المملحة وكنت عاملة محشي، بس يعني ما عرفناش والله نقدم كل الحاجة، يعني لخمة بقى وعندنا ناس وكده،
دي كبدة يا حبايبي. حط الكبدة الاسكندراني المعتبرة، حط لها فلفل اخضر بس رومي. انت عايزة مشطشط حطي، عايزة هريسة شطة حطي، مش هتقول لا. بس احنا عشان في اطفال ما عملناش حاجة، عملنا الحامي ده في المخللات والسلطات والحاجات دي. بصوا بقى الصدوق العظمة ده، حاجة اخر عظمة. بعد ما خلص كده، اخدته كده هي بالبتاع، حطيته تحت الشواية شوية عشان يدي اللون اللي يجنن ده، اللي جننا ده. بقول لكم والله مش عارفة اقول لكم يعني. والله والله بجد بجد يعني، خدوها مني بثقة، كانت أكلة عظمة عظمة. ولو دي جبتيها من بره ولا أكلتيها في مطعم أو أي حاجة هتدفع فلوس كتير، كتير جدا والله. لو معاكي فيزا هتخلص وطبعا كل حاجة بالكيلو بالبتاع، مش جايبين مثلا كميات، لا كميات كبيرة. بص دي كيلو ونص اساسا فيش. برضو حطلها فلفل اخضر بس. شايفين؟ برضو فلفل اخضر ومش حاطين حامي. وكانت حمرة وجميلة يعني. عندنا واحد جزار هنا عند بيتنا يعني بيبيع الحاجة. بصراحة تاخدي منه الحاجة وانتي مغمضة الطعم، حكاية يعني. دي كفتة على الطرب، هما بقى ايه كانوا عاملينهم وبعدين سخنوا بقى ساعة الفطار. طبعا بنبقى صايمين يوم الوقفة او في العيد لو مش صايمة. بصي ده الطرب يا حبايبي، بصوا عامل ازاي مستقيم ازاي. شلنا الخلة منه وسخناه وبنقدم بقى. بس هما ما قدموش الا الصينية دي، ولا قدموا الاكل ولا المحاشي ولا قدموا حاجة. اه والله. كفتة بقى بقولك، الريحة قلبة الدنيا يعني، تحفة تحفة والله. وكل اللي أكل هنا يعني. بصوا بصوا العظمة، بصوا الجمال. شايفين؟ حاجة آخر حلاوة والله العظيم، جميلة. وعلى فكرة مادام انتي عاملاها بإيديكي مش هتتكلف كتير، لكن لو أكلتيها بره هتدفعي مئات الفلوس، يعني كذا مية يعني. يعني لو خدتي العيلة دي الأسرة دي ورحتي بيها هتدفعي كتير جدا. ده غير طبعا الخدمات والسلطات والمحاشي اللي احنا عاملينها. يعني ممكن مرة اعمل لكم فيها ممبار. والصراحة انا استكفيت يعني، عشان عاملة محشي فلفل وبدنجان وكوسة وكده، فقلت كفاية بصراحة. بس ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى باللايك، يعني انا مستاهلش لايك ولا ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. ودعمكم ليا يا رب. ما تنسوش اللايك بقى والدعوة الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.